السلام عليكم. قبل يومين أو 3 أيام جلس وليد جنبلاط أمام أحمد منصور وروى واحدة من أقصى الشهادات عن بشار الأسد وعاطف نجيب. واليوم أو بالأمس صدر الحكم حضوريا بالإعدام على عاطف نجيب وغيابيا على بشار الأسد. اتمعن منيح بكلام جنبلاط. جنبلاط يقول أنه التقى بشار في حزيران 2011 في الوقت الذي كانت فيه درعا عم تغلي غلي وقصة الطفل حمزة الخطيب تهز سوريا والسوريين والعالم بأسره. فسأل بشار مباشرة عن حمزة الخطيب، وبحسب رواية جنبلاط جاء جواب بشار ببرود صادم: نحن ما عذبنا، نحن قتلنا. ثم سألوا عن عاطف نجيب وعن الجرائم التي ارتكبها في درعا، فكان رد بشار بحسب جنبلاط بما معناه: ليش ما حدا اشتكى عليه؟ ليش يا ترى؟ هون سخر جنبلاط من الجواب في اللقاء وقال: مين كان بيقدر أصلا يشتكي على عاطف نجيب في سوريا؟ سوريا الأسد. وكأنه المواطن كان عايش في سويسرا ويستطيع أن يدخل بكل بساطة مركز الشرطة ويقدم شكوى ضد ابن خالة الرئيس ورئيس الأمن السياسي بدرعا. في تفاصيل أخطر، جنبلاط يقول أن بشار كان حريصا خلال اللقاء معه على أن يؤكد له أنه هو الحاكم وصاحب القرار وليس ماهر الأسد أو شخص آخر. وهي النقطة تحديدا مهمة جدا، لأن بتضرب واحدة من الروايات التي استخدمت لاحقا لتبرئة بشار، بأنه هو ما كان بيعرف، وبشار قلبه طيب بشار، وأنه الأجهزة الأمنية كانت تتصرف من وراء ظهره، واللي حواليه عرصات. هو منيح بس اللي حواليه عرصات. جنبلاط خرج من اللقاء بال 2011 مع بشار بانطباع اختصره بكلمات قاسية جدا: بشار لديه قدرة على التمويه والكذب والإجرام. وهي هي الصفات مو بس جنبلاط حكاها، أكثر من واحد التقى ببشار وصف بشار بهذا الوصف. ثم أكد جنبلاط أنه بشار كذاب كبير، وقال أن القتل عنده بدأ كأنه أمر عادي جدا. اليوم بعد أكثر من 15 سنة على تلك الأيام، عاطف نجيب الذي ارتبط اسمه ببداية الثورة والبطش بدرعا يقف أمام القضاء السوري ويتلقى حكما حضوريا بالإعدام. أما بشار الأسد فصدر بحقه حكم غيابي بالإعدام، بينما الآن يعيش في موسكو الباردة بعيدا عن سوريا التي كان يحكمها بالحديد والنار. هون المسألة رح تصير أكثر إثارة، لأنه الحكم الغيابي لا يعني أنه القصة انتهت أبدا، بالعكس هلأ بلشت. هذا يعني أنه مصير بشار الأسد هو الحبس في روسيا. كيف يعني الحبس في روسيا؟ بشار الأسد ما راح يقدر يطلع من روسيا، لأنه راح تتعمم برقيات انتربول بالقبض عليه. ها وممكن تصير صفقة سياسية تقود إلى تسليمه إلى دمشق. كل شيء جائز، هي السياسة.
وبين سؤال جنبلاط لبشار عن عاطف نجيب عام 2011 والحكم الصادر اليوم 15 سنة كاملة من الثورة والحرب والدم، وقد تغير التاريخ. اي نعم، والأيام قد تحمل الفصل الأخير من الحكاية واللي لسه بعده ما انكتب. السيناريو عم يتحضر بس ما انكتب. بختام هذا الفيديو منقول الرحمة للشهداء والصبر لأهاليهم، ونتمنى أنه تكون صدورهم قد أثلجت بهذا الحكم وبقية الأحكام اللي راح تصدر لاحقا بحق المجرمين والقتلة. ألف مبروك للشعب السوري لتحقيق جزء بسيط من العدالة، والقادم أفضل وإن شاء الله يكون بوتيرة أسرع. والسلام عليكم ورحمة الله.